السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفه خليجيه اللي هي الكبسه، كيما نص بطريقه مغربيه. اللي نحتاجو فيها عندنا اللحم. انا غادي نوجدها باللحم. عندي هنايا كميه تاع اللحم، وعندي العطريه اللي هي الكمون، عندي هنا البزار حبوب، عندي ورقه سيدنا موسى، القرفه عواد، الهيل، الملحه حسب الذوق، وضمان تاع كنور تاع ضمات كنور البقري ولا الغنمي. وعندي هنايا حامضه، هما كيستعملوا الحامض الاسود، وحنا انا ما متوفرليش، استعملت هنايا الحامض العادي ديالنا. عندي هنايا كاس لاروب تاع الزيت العاديه، عندي الربيع معدنوس اللي مقطع للتزيين، الزبيب حتى هو للتزيين، لاكاجو. عندي البصله هنايا هي والفلفله حاره. البصله غادي نشحروها مع اللحم، هي الاولى في الاول غادي نبداو بها نشحروها مع اللحم. وعندي هنايا الرز البسماتي اللي غادي نوجدوا به الطبق ديالنا. غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنا البنات درت البصله كما شفتوا معايا مقطعه مربعات كبيره ماشي صغار. دابا غادي نزيد عليها الكاس لاروب نتاع الزيت. انا غادي نطيب في طنجره الضغط، نتوما كما بغيتو، بغيتو طيبوها في طنجره الضغط ولا كان عندكم نقص تقدروا طيبوها في طاوه عاديه. دابا غادي نزيدوا عليها اللحم. هنا البنات غادي نقلي البصله واحد شويه حتى تنزل، عاد نزيد عليها اللحيمات. هنا زدت الملحه حسب الذوق، وزدت الضمه تاع كنور، ودابا غادي نحركهم مع هاد البصله هادي حتى تنزل. عاد ديك الساعه نكملوا. هنا زدنا اللحم ديالنا وغادي نخليوه يتقلى واحد شويه مع البصيله حتى يخرج منه داك الماء ديالو ويشرب لنا شويه داك المذاق تاع البصله. صافي وغادي نسدو عليه. هنايا غادي نمرقوه الماء الكافي اللي يكون من اللحم. هنايا جمعت في هاد الكتانه هادي، جمعت فيها ديك العطريه ديالي اللي ذكرت معكم من قبل، الابزار والحبوب وهذا والكمون وداكشي كامل جمعته هنايا باش هكذا ما يجينا سهل باش نحيدوه في الاخر. صافي دابا غادي نسدو عليها وغادي نخليوه يطيب. من بعد ما يطيب اللحم غادي نرجع معكم. من بعد ما درنا اللحم النص نتاع الطيبه تدخلوا الطياب تقريبا قريب يطيب. دابا غادي نزيدو حامضه اللي درنا فيها واحد شويه نتاع القرنفل كيما هكذا، دخلته في وسطها بحال هكذا، وغادي نرميها دابا مع اللحم. صافي وغادي نرجع نسد عليه، وغادي نزيد معاهم واحد المزيودات نتاع الحار اللي يبغي الحار بطبيعه الحال يزيد ديال الحار هكذا. صافي وغادي نسدو عليه ونخليوه يكمل الطياب ديالو. هنايا من بعد ما طاب اللحم صفيناه، حيدنا اللحم بوحدو وخلينا المرقه بوحدها. دابا هاد المرقه هادي غادي نرميو فيها الرز ديالنا باش يطيب. هنا من قرب الرز يطيب زدنا عليه الزبيب من الفوق هكذا باش يطيب معاه، باش يتبخر بحال شكل باش يتبخر. من بعد غادي نحيدوه. الكبسه ديالي من بعد ما وجدت قدمتها على هذا الشكل هذا كما شفتوا معايا. شويه زبيب اللي طيبته مع الرز، شويه لاكاجو، شويه معدنوس مع اللحم، وكان هذا هو الشكل النهائي نتاعها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. خلي لكم راحه الله. السلام عليكم.